تحية الأصدقاء والصديقات، أتمنى تكونوا بخير. أولا بغيت نشكر هذا الصديق على التعليق الإنساني ديالو. شكرا صديقي، نتمنى تكون بخير. موضوع هذا الفيديو غادي يكون عبارة على طليلة خفيفة على مجموعة من الديانات والمعنى ديال الرموز اللي كتمثلها. الرموز كانت ولا تزال طريقة سهلة وبسيطة من أجل إيصال وتلخيص مجموعة من الأفكار المعقدة. الديانات عبر التاريخ البشري استعملت الرموز باش تمثل وتبريزونتي ديك المعتقدات اللي جات بها. ما غاديش نتعمق بزاف في كل ديانة والرمز اللي كيمثلها، حيت غادي يخص بزاف ديال الوقت. ربما مستقبلا نقدر ندير شي فيديو على كل دين معين. سير الله. نبداو بالبهائية. البهائية هي ديانة توحيدية جديدة اللي بانت خلال القرن 19 على يد بهاء الله في إيران. هاد الديانة كترتكز على 3 أعمدة أساسية، هي وحدانية الله، وحدانية الدين، يعني جميع الديانات عندها مصدر واحد اللي هو نفس الإله. في الأخير وحدة الإنسانية، أن جميع البشر خلقوا متساويين. رمز الديانة البهائية هو النجمة التساعية اللي كترمز للوحدة عند البهائيين. اختاروا الرمز 9 كرمز للكمال لأنه أعلى قيمة مكونة من رقم 1. تاني ديانة هي الطاوية، اللي هي ديانة عندها طابع فلسفي، بانت في القرن الرابع قبل الميلاد في الصين. من بين أحد مؤسسيها هو لاو تسي. أهم المبادئ اللي كتأكد عليها هي العيش في وئام مع الطاو، اللي معناه في هذه الديانة هو المبدأ لمصدر أو نمط أو مضمون كل شيء موجود في هذه الحياة. الطاوية كتدعو الفرد أنه خصو يخدم بدون نية أو غرض مسبق، يمكن لنا نقولوا عمل الشيء من أجل ذاته. إضافة للكنوز الثلاثة اللي كتحث عليها، اللي هي الرحمة، التقشف والتواضع. رمز الطاوية هو الين يانغ. ما كنظنش شي فيلم من دوك الأفلام اللي كنا كنشوفو ديال بروسلي وجيتلي وجاكي شان ما غاديش تلقى فيهم هذا الرمز اللي كيرمز للتناغم والتوازن والشيء نقيض في هذا الكون. نمشيو دابا للجينية. هي ديانة هندية قديمة بزاف. اسم الديانة مشتق من كلمة جينا وجبنا معنا اللي كتعني المنتصر، اللي كتشير لطريق النصر بعد تجاوز تيار الحياة والانبعاث من جديد من خلال حياة أخلاقية وروحية. هي بحال نوع ديال الريبورن، يعني راه تقدر تولد من جديد داخل هذه الديانة حسب معتقداتهم بطبيعة الحال. رمز الجينية هو عبارة عن يد اللي كترمز لعدم العنف والتسامح مع جميع المخلوقات. داكشي علاش صحاب هذه الديانة كيكونوا نباتيين، ما عندهمش مع الذبيحة واللحام والألاعب. الديانة اللي بعدها هي الشينتو. الشينتو ديانة يابانية قديمة بزاف وما معروف شكون اللي أسسها، وما كاينش كذلك شي كتاب مقدس اللي كيمثلها. هي كترتكز بزاف على العادات والطقوس الروحانية والسحرية بين قوسين، يعني داكشي كله غير براتيك متداول عبر الأجيال، ماشي مكتوب في شي كتاب مقدس. رمز الشينتو هو بوابة توري، اللي هي عبارة عن هيكل خشبي على شكل باب كيفصل بين عالم الكامي أو الآلهة والعالم الحقيقي. اللي كتفرج في الانمي راه كتبان بزاف تما على ديك الانمي. هذا واحد الانمي زوين اللي بغيت تفرج فيه. ندوزو دابا للسيخ. الديانة السيخية هي ديانة ما قديماش بزاف، بان تقريبا خلال القرن 16 في الهند. ادي جرانت هو الكتاب المقدس في السيخية، حتى هي من الديانات التوحيدية. الرمز ديالها هو خاندا، اللي عبارة عن سيف ذو حدين دايرين به 2 خناجر، اللي كتمثل القوى الروحية والدنيوية، اللي كتمثلها وحدانية الله. الديانة السادسة هي البوذية. الديانة البوذية كذلك عندها بعد فلسفي، كتعتبر رابع أكبر ديانة في العالم من بعد المسيحية والإسلام والهندوسية. البوذية خدت الاسم ديالها من المؤسس ديالها اللي هو بوذا،
اللي قادها في شمال الهند تقريبا ما بين 480 و 560 سنة قبل الميلاد. رمز البوذية هو عجرة دارما أو عجرة القانون. دارما هي الطريق اللي كنسلكوها في سبيل الخلاص من المعاناة والوصول لحالة الاستنارة أو النيرفانا، وهذا الطريق بطبيعة الحال هي عبارة عن تعاليم بوذا. الديانة السابعة هي الديانة الهندوسية. الهندوسية ديانة سائدة في الهند والنيبال، اللي هي عبارة عن مجموعة من العقائد والتقاليد اللي تشكلت عبر مسيرة طويلة من الزمن من القرن 15 قبل الميلاد حتى اليوم. ما عندهاش مؤسس معين نسبوها ليه، بزاف كيعتبروها أقدم ديانة حية في العالم. كذلك هي أكبر ديانة في العالم من بعد المسيحية والإسلام. من بين النصوص العظمى في الهندوسية كنلقاو الفيدا والأبانيشاد والأجاسا وغيرها من النصوص. هاد النصوص كان عندها تأثير على مجموعة من الفلاسفة الأوروبيين الكبار بحال شوبنهاور ونيتش وسيوران وغيرهم. رمز الهندوسية هو هذا اللي كيعني أوم، اللي كيرمز للكون والخلود، كذلك كيرمز للمفاهيم اللي كتقوم عليها الديانة الهندوسية. آخر ديانة واللي هي مضحكة شوية هي الديانة التهكمية، من سميتها يبان لك البلان. هي ديانة جديدة بزاف، بانت في 2005 على يد خريج الفيزياء بوبي هاندرسون. دارها كنوع من التهكم والاحتجاج على قرار وزارة التعليم في ولاية كنساس ملي اعتمدت أطروحة التصميم الذكي عوض نظرية التطور الإحيائي. الرمز ديالها هو هذا وحش سباغيتي الطائر، اللي هو إله الديانة اللي مصنوع من سباغيتي وكرات ديال اللحم. على ما دخل هذا. دونك هذا ما كان الأصدقاء. بيس.